اول حاجه انا طالعه لكم بالمنظر دلوقتي من غير ميك اب خالص بسبب عايزه اوريكم العدسات الجديده اللي انا جبتها. عدساتي النهارده من انستازيا، اسمها انستازيا ادكت تقريبا، ادكت جراي. العدسات انا ما كنتش بصراحه اول ما جربت الانستازيا، يعني اول مره القديمه ما كانتش عجباني لدرجه انها كنت حاساها فيها خطوط كتير ويعني تحس ان العدسه شويه شكلها يعني مش طبيعي. دي احلى حاجه فيها، حبيته انه ناتشرال جدا وطبيعي جدا، وانا يعني تعمدت ان انا ما احطش ميك اب علشان اوريكم شكل العدسه من غير اي ميك اب خالص ولا نقطه اي ميك اب. تمام. حبيت بس اوريكم العدسه وهقول لكم ريفيو سريع جدا عنها، وبعد كده هنحط الميك اب ونشوف العدسه بالمكياج. شكل العلبه اهي، اسمها انستازيا جراي، انستازيا ادكت جراي. اوكي، هي العدسات كلها دي اللي في العلبه دي اسمها ادكت. في واحده جديده اسمها ال اي اللي هي الامريكي، بس لسه ما جربتهاش. انا دي جربتها اللي هي الادكت. تمام. اول حاجه بس لازم تخلي بالكم، يعني انا كنت قلت الموضوع ده قبل كده، ان انتوا تاخدوا بالكم من التاريخ بتاع العدسه لما تجيلكوا العلبه او تشتروها من اي يعني تاجرة على الانستجرام او الفيسبوك او يعني اي مكان. لازم تبقوا واخدين بالكم من التاريخ اللي بيبقى مكتوب هنا على الشريط اللي بره. هيبقى كاتبين لكم تاريخ اللي هو فتح، من تاريخ فتح العلبة، بتحسبي من اول تاريخ فتح العلبة ده لمدة سنة. هي دي مدتها، المفروض ان هي سنة، مفروض انها وتشوفوا تاريخ الانتهاء هتنتهي في شهر كام. هي المفروض العلبة نفسها قدامها كتير جدا قبل ما تتفتح، لكن اول ما تتفتح العلبة خلاص تحسب ان هي سنة بالظبط، والعدسة تترمي علشان ما تبوظش شكل العدسة. بالنسبة لشكل العدسة، هو ده شكل العدسة على عيني. شكلها زي ما انتم شايفين طبيعي جدا، ده اللي حببني فيه، ان هي شكلها طبيعي. انا كأني مش يعني كأنها عيني. على فكرة عايزة اتكلم في حاجة، العدسة دي كأنها بالظبط سولاتيكا، يعني هي مفيش فرق بينها وبين سولاتيكا. لما شفتها وشفت سولاتيكا نفس ان هي ما فيهاش خطوط، ما فيهاش اي حاجة. عايزة اوريكم شكل اقرب العدسة. ده لون عيني، ده لون عيني انا، شوفوا. شكلها طبيعي جدا جدا جدا، وانا حباها قوي. ان هي جراي معرفش، جراي غريب، يعني جراي مخضر شوية، مش عارفة، بس بجد حباها جدا. معرفش لسه شكلها ايه مع الميك اب، بس مادام شكلها من غير ميك اب كده اكيد هتبقى مع الميك اب صاروخ. تمام. بس ده بالنسبه للعدسات الجديده انا جبتها، وقريب كمان هجيب عدسات اجدد. دي لسه انا جايباها امبارح. في قريب كمان هجيب عدسات تانية، استنوا مني الريفيو العدسات الاجدد من دي. بس انا دي حباها قوي قوي قوي، وهتنفعني في لوكات كتير انا متاكده، لان انا بعشق اللون الجراي. اكيد انتوا واخدين بالكم ان انا بعشق اللون الجراي، كان نفسي اجيب عدسات بقالي كتير قوي ما جبتش عدسات جراي، وحشني ان انا البس عدسات جراي، اخيرا. تمام. جبتها منين؟ جبتها بالنسبه للبنات اللي في مصر، انا جبتها من جروب على الفيسبوك، بنوته اسمها رارا لانسز، هو ده، وده رقم التليفون بتاعها. البنت كويسه جدا وثقه،
ويعني بجد والله العظيم مش بقول اي كلام، والله البنت فعلا يعني بتتعب علشان تجيب الحاجات دي. كل اللي في مصر بيتعبوا عشان يجيبوا اصلا حاجات، سواء لانسز او ميك. سعر العدسه 550 جنيه. وده الكارت بتاع البنت، اسمها رارا لانسز، را RA لانسز. اوكي، هوريكم تاني رقم التليفون بتاعها. تمام، ده بالنسبة انا جبت العدسات منين. وبس دلوقتي هنبتدي يلا ميك اب.